50 سنة من انتظار وتشويق، أحلام الملايين من المغاربة، وفرصة العمر التي كنا ننتظرها على مدار نصف قرن، كانت على المحك في لحظات معدودة أمام انسحاب السنغال المفاجئ وتهديد كارثة عالمية أمام مليار مشاهد. كانت البطولة على وشك التحول إلى فضيحة لا تنسى. في هذا الموقف الحاسم لم ينهار دياز ولم ينصاع لضغوط الخصم، بل اتبع تعليمات رسمية من داخل الكهف لإنقاذ المباراة والبطولة. كل خطوة كانت محسوبة: وضع الكرة بطريقة آمنة في الوسط، ضمان استكمال الماتش، والحفاظ على شرف الكرة الإفريقية، بدل أن تضيع كل التضحيات والآمال في ثوان معدودة. للإعلام المصري والجزائري: كفوا عن الأكاذيب. كل ما تروجونه عن شراء الحكام أو تآمر مغربي لا يمت للحقيقة بصلة. والدليل: خسارة أمس. دياز ضحى بفرصة العمر، بالمشاعر، وبضغط 40 مليون مغربي لضمان أن البطولة تستمر بشرف، بينما خصومنا اختاروا الانسحاب. كمغربي شعرت بكل لحظة توتر، كل ثانية كانت كالساعات، وكل قلب يخفق مع دياز والنصيري. اللحظة لم تكن فقط عن كرة، بل عن شرف، وطن، ومسؤولية تاريخية. دياز لم يختر الطريق السهل، بل اختار الحفاظ على البطولة، احترام التعليمات الرسمية، وكرامة المغرب أمام العالم. ولعل الأهم من ذلك أن العالم بأسره كان يراقب هذه اللحظات الحاسمة بعينين مفتوحتين، من آسيا إلى أوروبا، ومن أمريكا إلى إفريقيا. ملايين المشاهدين شعروا بالتوتر ذاته، وتابعوا كل حركة ودقيقة، وكأنها تحدد مصير كرة القدم القارية. تصرف دياز لم يكن مجرد خطوة داخل الملعب، بل رسالة عالمية عن الاحتراف، الشجاعة، واحترام قواعد اللعبة. رسالة تقول إن الكرة الإفريقية قادرة على رفع مستوى الرياضة والالتزام بالقيم حتى تحت أصعب الضغوط. كانت لحظة تظهر أن شرف الكرة لا يقاس بالنتائج فقط، بل بالمسؤولية والتاريخ الذي نحمله جميعاً.